أنا غبي لأنني صدقت أن ثورة قامت في البلاد وأصبحت في تونس حرية إعلام وعدالة، وأن القانون وحده كفيل بتبرئتي. أنا غبي لأنني سلمت نفسي وصدقت أنه لا يمكن لمن عانى من الظلم ويدعي أنه يخشى الله ورسوله وقبع السنين الطوال في السجن أن يصبح جلادا ظالما. أنا غبي لأنني رفضت التحالف مع النهضة، ورفضت أن أكون بوق دعاية لها، معتقدا أن العمل والمثابرة يكفيان للنجاح. أنا غبي لأنني صدقت رجال القانون عندما قالوا أن محكمة التعقيب هي أعلى سلطة قضائية في البلاد، وأن الحكومة لا تتدخل في شأن القضاء بعد 14 جانفي. أنا غبي لأنني صدقت وزير العدالة الانتقالية عندما زارني في مناسبتين في المستشفى وطلب مني فك إضراب الجوع، ملتزما بإطلاق سراحي يوم 3 جانفي 2013 طبق القانون. صدقته وهو يقول أن إطلاق سراحي وأنا مذرب على الطعام سيكون بمثابة رسالة سلبية لبقية المساجين الذين سيعتقدون أن سراح كان بسبب الإضراب وليس لكوني بريء. أنا غبي لأنني توقعت الخلاص عندما استدعى رئيس الحكومة زوجتي بدار الضيافة وأكد لها أنه سيتم الإفراج عني طبق القانون. أنا غبي لأنني آمنت ولا زلت أن الوزير ديلو ورئيس الحكومة جبالي كانا صادقين، وأنهما بذل ما في وسعهما من جهد، ولكنني لم أشك لحظة واحدة في أن القوة التي تحكم البلاد تغالط حتى وزيرها ورئيس حكومتها. أنا غبي لأنني لم أفهم أن القوة التي تحكم البلاد لا تستهدف مالي ولا شخصي، بل همها الوحيد هو غلق قناة التونسية أو وضع اليد عليها قبل موعد الانتخابات، كلفها ذلك ما كلفها. أنا غبي لأني اعتقدت أن استماتتي في الدفاع عن براءتي واحترام القضاء وإضراب الجوع كفيل بتغيير مجرى الأحداث، والحال أنه حتى وفاتي جراء إضراب الجوع لا تساوي شيئا أمام اغتيال الشهيد شكري بالعيد، وهو اغتيال لم يحرك في من يدير البلاد شيئا. أنا غبي لأنني صدقت أنهم لن يتجرؤوا على ممارسة الظلم جهرا وفي وضح النهار، والحال أنهم عينوا السهر وزيرا والصديق حاكما وأجلوا تنفيذ الأحكام عن مهاجم السفارة الأمريكية وحكموا بالسجن 2 عام نافذين على مغني راب. أنا غبي لأنني استغرقت كل هذا الوقت لأقتنع في النهاية بأنني لن أغادر السجن، وبأن بطاقات الإيداع ستتهاتل علي الواحدة تلو الأخرى، وسأقضي سنوات طويلة في السجن دون محاكمة. أنا غبي وسعيد بغباوتي لأنني نجحت في خلق قناة تلفزية من العدم في ظروف قاسية، أصبحت في وقت قصير القناة الأكثر مشاهدة في تونس. أنا غبي وسعيد بغباوتي لأن أعمالي الفنية أدخلتني قلوب الكثيرين منكم وجعلت عائلتي مرفوعة الرأس فخورة بي. وفي الختام سأواصل الغباء وسأحاول الصمود رغم أني فقدت الثقة في كل شيء تقريبا. سامي الفهري.